شد ونحت الدراع من اكتر الحاجات اللي بتطلب واللي نتائجها جميله جدا. دي بتتعمل بطريقه من اتنين: اما ان احنا بنعمل شفط دهون او شد جراحي. طب امتى لازم يبقى شد جراحي؟ شد جراحي لازم لما يكون عندي المشكله ان في جلد مترهل اكتر من وجود دهن. ولكن لما يكون في عندي دهن كتير هيكون عندي حل من اتنين: اما ان احنا نقدر من مره واحده ان احنا نعمل شفط جراحي، او لو كان التهدل في الجلد اكتر من اللازم هنحتاج شفط دهون مع شد جراحي. في حل تاني لو انا عندي دهون كتير ومش عايز اعمل شد جراحي، ان احنا نعمل شفط دهون على مراحل متباعده فيها. بنستنى ونشوف الجلد شد معانا قد ايه وتكيف مع الوضعيه الجديده، وساعتها ما بتكونش مره واحده ولكن بتكون على كذا مرحله. ودي بترجع للتقييم والفحص على الطبيعه عشان نتاكد ان جوده الجلد هتسمح ان احنا ناخد الاجراء المرحلي ده، ان احنا نشفط على كذا مره بحيث ان احنا ندي شكل طبيعي بدون الجروح. ولكن خلينا نعيد تاني ونأكد: لو انا عندي تهدل بالجلد زيادة، مفيش مفر من ان احنا نشد جراحي عشان ناخد شكل طبيعي. ان هنا انا ما عنديش دهون عشان اشفطها، لكن عندي جلد محتاج يشد عشان يديني القوام اللي انا عايزه.